السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجد ومفيد فعلا من التطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اضرافك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية، تطبيقات الفيك وكمان تطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه سوبر كام بلس. التطبيق ده مساحته 44 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده خاص بكاميرات المراقبة. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت بتشتري كاميرا مراقبة، وبتقدر ان انت تحطها في المكان اللي انت عايزه، سواء داخل البيت بتاعك عشان تطمن على اسرتك وعلى اطفالك في حالة ان انت مش موجود في البيت، وفي حالة ان انت تكون بره في شغل ولا حاجة. تقدر تحطها حوالين البيت لأمان البيت ولأمان عربيتك. لو انت مثلا في فيلا، في كومباوند، في شقة، في عمارة سكنية عادية، تقدر ان انت تحمي بيتك وأسرتك وتبقى مطلع على الشارع 24 ساعة. كمان تقدر انت تسجل منها الفيديو مثلا في الوقت اللي انت ما بتكونش قاعد بتشاهد الكاميرا، يعني بتقدر انت تسجله بحيث ان انت لو حصل اي مشكله ولا حصل اي حاجه تقدر انت تراجع التسجيل ده وتقدر تشوف ايه المشكله اللي حصلت، وتقدر تتعرف على الاشخاص اللي قاموا بعمل اي مشكله. كمان تقدر انت تحط الكاميرا دي في المكتب بتاعك او الشغل بتاعك علشان تتابع المكتب بتاعك في اي وقت، تتابع الموظفين بتوعك، تتابع حركه الشغل ماشيه ازاي. تحطها حوالين الشركه او المصنع بتاعك الخاص بيك علشان تكون مطمن على المصنع بتاعك في اي وقت، ولو حصل فيه اي مشكلة ولا حصل فيه اي سطو او اي هجوم من اي حرامية او لصوص او اي حاجة، بتقدر تتعرف عليهم وتشوفهم. فهو تطبيق كويس. بتقدر من خلال التطبيق ده بعد ما بتشتري الكاميرات وتحطها، بتقدر انت توصل الكاميرات عن طريق التليفون بتاعك عن طريق التطبيق ده. تقدر ان انت تشغله وتقدر تشوفه في اي وقت زي ما انت عايز. تقدر انت تكون بتسجل طول الوقت، وتقدر انت تشاهد بس من غير ما تسجل. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من تحديثات القديمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.